اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما قضيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. أهلا وسهلا بكل أماراتي الحلوين اللي شرفوني ونوروني وكبروا عيلتي. نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. مكملين سلسلة تنظيف العيد. طبعا احنا شفنا في اول مقطع ان المشمع يا بنات او اي حاجة بنفرشها على المطبخ من فوق بتوفر عليكي تعب ومجهود كتير جدا. كنت بشاور لكم على الجزء اللي ما كانش محطوط فيه المفرش، باين جدا الاتربة بالدهون اللي كانت ماسكة فيه، لكن بقيته كان نضيف وزي الفل. طبعا انا ما استعملتش خلطات ولا اي حاجة في الجزئية ديت علشان ما كانتش فيها تسخات كتير ولا اي حاجة. الطبق اللي استعملته كان فيه يعني ميه والكلوركس الالوان وحاجه بسيطه لا تذكر كده من الصابون السائل. هنا يا بنات انا كنت صورت لكم السنه اللي فاتت نفس الفكره ديت. دي فرشه البلاط العاديه جدا الخشنه، بجيب القطعه ديت اللي كانت بتتباع في الموب وبحطها فيها. استعملت كذا حاجه كانت بتفشل، دي الوحيده اللي نجحت لانها بتمسك اسمها ايه يا بنات؟ قولوا معايا، في السنون بتاعه الفرشه بتشبك فيها كده فما بتقعش منك خالص. نفس الفكره، نظفت الحيطان كلها بنفس المسحوق، يعني صابون وكلوركس الوان اللي احنا عاملينه مع بعض، وبمشي عليها كذا مره. وبعد كده بجيب اي فوطه قطن واي تيشيرت بقى، اي بادي. قلت لكم ان دي كانت طرحه قطن، وبلفها كده على الفرشه برضو وبنشف بيها. عايزه اقول لكم طبعا الجزء دوت بعيد عن البوتاجاز خالص، فالحمد لله ما بيجيش فيه دهون، بس فيه كميه اتربه ووبر. بصوا ان انا بوريكم دلوقتي الاتربه اللي طالعه منه والبور. والجزء اللي تحت يا بنات بعمله بايدي، بصوا بنفس الفوطه اللي هي بتاعه الموب، وبنفس ال يعني المنظف بتاعنا بتمشي كده. عايزه اقولك اصلا الحيطه هنا فيها اتساخات كتير جدا بس هي مش باينه في الكاميرا. في جزء يعني هشاور لكم عليه علشان تشوفوا بس كميه الاتساخات. واني اول ما بتمشي بس كده بالفوطه الجزء ده يا بنات، بصوا فيه اتساخات مكان ايد الولاد وكده، بيطلع في ثانية، والله في ثانية. يعني ما شاء الله الكلوروكس تحفة، بينظف اي حاجة بيفور اي حاجة. الحمد لله بفضل الله خلصت المطبخ كله. انا هنا بوريكم لقطات، يعني بقول لكم يا بنات هنا الجزء ده كله اتنضف واللي فوق البوتاجاز ده كله اتنضف، بس بصراحة ما عملتهوش بنفس الفكرة، ده احتاج سلم بقى ودعك، لان ده الجزء اللي فوق البوتاجاز وماسورة الغاز فكانت ماسك فيها الدهون. هنا بوريك يا بنات ان الجزء ده كله برضو نضفته، وباب التويليت بس عشان نصه مراية انا مش عارفة اجيبه، والتلاجة جبتها من بره ومن جوه. الجزء ده بقولكم ان هو الاسمنت الابيض ده طلع، يعني مش اتساخ او اي حاجة. الحمد لله المطبخ اتنضف من جوه ومن بره. زي ما قلت لكم يا بنات انا ما بقدرش اصور كل حاجة بالتفاصيل لان بتاخد مني وقت كبير جدا ومجهود، فانا على قد ما بقدر بصور بس كده مقتطفات للتشجيع مش اكتر، علشان لو حد مش قادر كسلان ناسي. ساعات على فكرة يا بنات لما بنبقى مشغولين جدا في حاجات كده
بتطير مننا ما بنركزش فيها. وشباك المطبخ هيجي معانا في مقطع. شباك المطبخ بقى انا نزلته خالص، نزلت الضرفة الازاز وخدتها في التويلت وغسلتها كويس جدا عشان اعرف انضف السلك بتاعه. والحمد لله برضو انا عندي سلك الشباك دوت كله اتربة، يعني الحمد لله نادر قوي لما بيمسك فيه دهون لان ايدي فيه على طول. اللي بيبقى عندي مليان دهون جامد جدا وفعلا بيتعبني في التنظيف الشفاط، لان انا يا بنات بستعمل الشفاط يكاد يكون 24 ساعة، بشغله كتير جدا جدا جدا. بيشفط لي بقى كل حاجة. وكمان عندي الجيران لما بيعملوا اكل، عشان انا تاني دور، الريحة كلها بتبقى جوه عندي في الشقة، فبرضو حتى لو انا مش في المطبخ انا لازم افتح الشفاط عشان يخرج ريحة الاكل اللي بتدخلي من عنده. هنا كنت حاسة ان الرخامة بصوا عايزة تاخد كده شاور محترم. انا عايزة اقول لكم فعلا احنا بنهمل شوية في رمضان في التنظيفات، لان بنبقى متكلين على تنظيفة العيد دي اللي بتقطم وسطنا بجد. يعني انا كل سنة اقول انا مش هعمل في نفسي كده، انا مش هأجل حاجة عشان عارفة ان انا هعملها تنظيف عميق على العيد. وللأسف طبعا رمضان وقته زنقة قوي، ما بيبقاش فيه وقت ان احنا نعمل التنظيفات العميقة زي اللي لما بنعملها في الايام العادية، فغصب عنك بيتراكم عليكي حاجات وبرضه بيطلع عينك في العيد. انا عايزة اقول لكم انا باجي على يوم الوقفة ده وببقى خلاص بستغيث، تعب جسمي كله بيظهر بقى يا جماعة احنا عايزين نعيد واحنا فايقين كده، عايزين العيد يخش علينا واحنا فايقين. يعني انا كل ما افتكر ايام كده واحنا لسه انسات بقى كده في بيوت اهالينا كده، يا لهوي لا والله ده انا كنت ببقى عيد، الواحد بيبقى برنسيس كده في نفسه. يلا الحمد لله على كل حال، ودي سنة الحياة. يعني بحمد ربنا ان انا جت عليا فترات وجت عليا ايام يعني شفت فيها نفسي فعلا وعشت فيها حياتي، لان الجواز سحلة يا بنات، سحلة بجد، مش هنضحك على نفسنا ونقول كلام غير كده. اسفة طبعا عشان المقطع اللي فات ده كنت حاسة ان كتفي داخل جوه الكاميرا، بس بحاول على قد ما اقدر والله يا بنات اظبط الزاوية. فخلاص كده يعني كل جزء بقى يا بنات بيتاخد، طقم التوابل كله بينزل بيتغسل، كل حاجة كل حاجة تتخيليها. عشان كده بقول لكم بيبقى تنظيف عميق جدا وتعب جدا. اي حاجة تتخيليها او ما تتخيلهاش بتنزل بتتغسل. ما صورتلكوش برضو وانا بنضف الغسالة والتلاجة. الحمد لله التلاجة جبتها من فوق ومن الجناب كل حاجة ومن جوه اتغسلت كويس جدا، والغسالة نفس الكلام. فالحمد لله بفضل الله راضية جدا يعني بالنتيجة وبالجزء اللي وصلت له. اتمنى منك يا قمر بقى لو انت بتتفرجي عليا وانت لسه مش مشتركة نوريني باشتراكك، وما تنسيش تفعلي زر الجرس علامة الكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بنزله. وما تنسينيش باللايك فضلا منك وليس امرا. وكملي جميلك بقى واكتبي لي كومنت عرفيني ان انت معايا عشان اقدر ادخل ارحب بيكي. وانا ببقى مبسوطة جدا بكومنتاتكم وتعليقاتكم الحلوة جدا اللي بتفرح قلبي. والحمد لله بفضل الله نوعا ما بدأت مشكلة المشاهدات تتحل. انا عارفة طبعا ان هي مشكلة عامة، بس الواحد ايه يعني بيسعى وبيعمل اللي عليه علشان يعني ايه نقدر نكمل. الحمد لله كده الجزء ده كله خلاص تمام وزي الفل. وهاخد برضو الميكروويف معايا هغسله من جوه ومن بره. بصوا يا بنات انا ضد فكرة التغريق في الاجهزة الكهربائية. انا عايزة اقول لكم يا بنات انا بشوف ناس بتغسل بتغرق كده الميكروويف والتلاجة والغسالة من بره، كل الأجهزة الكهربائية. وللأسف البرومة بتظهر في الحاجة. أنا شفت بعيني
فيا جماعة بالله عليكم نحافظ على الحاجة دلوقتي بقت غالية جدا، ما نقدرش نجيب غيرها. يعني بصوا انا بقول لكم ايه، وانا عندي التلاجة لسه مصلحاها ب1000 جنيه بس. يعني بصراحة العطل اللي فيها حاجة خارجة عن ارادتي، يعني السخان اللي فيها هو اللي باظ والترموستات. لكن انا بتكلم ان احنا نحاول نحافظ على الحاجة على قد ما نقدر. يعني انت لما تصلحي حاجة ب1000 جنيه، 1000 جنيه برضو مش رقم قليل. ممكن يبقى قليل بالنسبة لناس، لكن بالنسبة لنا كتير. فعلى قد ما نقدر يا بنات نحافظ على الحاجة. ادي شكل الشباك، ما شاء الله تبارك الله بقى زي الفل. الشفاط الجزء ده كله خدته، المطبقية كلها نزلتها. ايه السبب اللي بيخليني انزل المطبقية؟ ان انا يا بنات في جزء من الاطباق انا بقعد فترات كبيرة جدا ما بستعملهوش، فطبعا بيجي عليه اتربة، فلازم كل ده ينزل. كأنكم مش شايفين الطبق اللي واقع دوت. بجد والله يا بنات النظافة حلوة، وبالرغم ان احنا بنحس بالتعب، بس بعد ما بنشوف الفينش النهائي بنرتاح. طبعا ده مش الفينش النهائي يا بنات، انا لسه ما فرشتش. لسه مكملة بره في الشقة، فانا بفرش كله مع بعضه. يعني ما ينفعش افرش جزء وجزء تاني، لا، لان الجزء اللي هيتفرش هيرجع يتبهدل معايا تاني، عشان الولاد وكده ربنا يحميهم. هنا عبد الرحمن كان مصمم يظهر معايا، وبيزعل قوي عشان اخواته بتظهر وهو ما بيظهرش، فقلت له طب خلاص هنصور مع بعض المقطع دوت. هنا بقى كنا بنشيل الكوشن، وهنا متخيل هو قاعد بيتكلم معاكم، متخيل ان انتوا سامعينه. فشهد بقى بتكلمه وبتقول له هما مش هيسمعوك اصلا، ماما بتلغي الصوت. فهو هنا كان بيسلم عليكم، بيقول لكم ما تنسوش تحطوا اللايك. لو ما حطيتيش بقى اللايك لحد دلوقتي حطيه عشان عبد الرحمن. ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم ويحميهم. وزي ما قلت لكم يا بنات قبل كده ان احنا نحاول نخليهم يساعدونا في اي حاجة. يعني بصوا هو قاعد بيلعب اصلا ومبسوط ان هو بيعمل كده، مش حاجة تعب يعني ولا مجهود ولا اي حاجة. زي ما قلت لكم برضو انا بوريكم يا بنات مقتطفات علشان الوقت، عشان اقدر انجز وقتي. آم، الشغل بيبقى كتير قوي فعلا، ولو فضلنا نصور التفاصيل المملة دي مش هنعرف نعمل حاجة. كل ده اتشال والحمد لله اتغسل ونشف. بس زي ما قلت لكم انا لسه ما فرشتش، يعني ان شاء الله كده بس يومين وافرش بقى الشقة كلها مع بعض، اللي هي تبقى التلميعة الأخيرة بقى، ونفرش وخلاص والحمد لله. هنا برضو يا بنات وريتكم المقطع ده عشان اوريكم ان بنفس الفكرة بنغسل حيطان الشقة كلها. الجزء اللي فوق كله طبعا بتزعفي الحيطان الاول تنزلي منها اي اتربة، وبعد كده بنفس الفكرة. والله يا بنات لو في بقعة بتطلع، غير طبعا التلميعة بقى، لان طبعا بيبقى فيه اتربة في الحيطان مش ظاهرالنا، بتتفاجئي بيها بقى وانتي بتنضفي التنظيفة دي، لما بتلاقي بقى ان الحيطة باين فيها الجزء اللي اتنضف من الجزء اللي لسه ما اتنضفش. طبعا ربنا يعين كل ام على بيتها وحياتها، ويا رب يا رب يا رب يبقى عيد سعيد كده عليكم وعلينا، وتبقوا في احسن حال يا رب. هنا يا بنات هوريكوا بقى جزء، دي قلم جاف، شخبطة قلم جاف. طبعا كان في اجزاء افظع من كده بكتير، بس ده الجزء اللي لحقت اصوره. بصوا يا بنات انا ما بدعكش. البخاخة فيها ايه؟ فيها كروكس الوان وكربوناتو وخل وحاجة بسيطة بس كده من المنظف سائل المواعين ومية. بتبخي. بصوا دي الاسبونشة الناعمة يا بنات مش الخشنة، وانا ما بعملش حاجة. يعني انا اتعمدت ما اسرعش المقطع ده لو انتي يا عشان قمر بقى ما يبان، يعني كنتيش انا ما شفتي بدعكش. الفيديو بتاع كروكس الالوان فاتك كتير قوي، ارجعي وشوفيه بجد والله هيسهل عليكي حاجات كتيرة جدا.
زي ما احنا شايفين يا بنات كل حاجة مع بعض طبعا بنفس الفكرة وبنفس الخطوات دي بمشي على الشقة كلها. هنا برضو شباك خدته بصراحة يا بنات انا ما شلتهوش السنة دي، غسلته في التويلت، ما قدرتش افكه، وجوزي ربنا يعينه ويقويه مش فاضي، فغسلته وهو راكب. ازاي؟ بنفضه، بشيل الاتربة كلها من عليه، وبعد كده بجيب طبق فيه مية وبمسك الفوطة وبمشي على السلك كله. السلك ده يا بنات عادي ضد المية. وبعد كده بمسك بقى سبونشة ببريل وبدعك ده كله. وبعد كده التنشيفة العادية دي الأدوات اللي استخدمتها. طبعا أسفة على منظر المية، وبستعمل فوط كتير بقى. وهنا يا بنات أنا كنت شلت الستاير والحمد لله نشرتها. وبوريكم المنظر بقى كده في شارعنا بالليل. ده يا بنات كان بعد الفجر او الفجر، يعني الفجر تقريبا مفيش حد اهو في الشارع نهائي، فعشان كده عارفة اصور براحتي. وكان ده احسن توقيت ان انا انشر فيه الستاير عشان ما تتطربش عندي او ما حدش ينفض لي اي حاجة عليها. واول ما قمت الصبح شلتها على طول. وبكده الفيديو بتاعي هيكون انتهى. توحشوني.